اتجوز الفنان عبد المنعم إبراهيم 4 مرات في حياته. ايه تفاصيل كل جوازة منهم؟ وايه المعاناة اللي عاشها بعد مرض ورحيل زوجته الأولى؟ وليه اتجوز أختها يومين بس؟ وايه كمان تفاصيل زواجه من الفنانة كوثر العسل؟ وليه اتجوزها في السر في البداية؟ كل ده هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. اتولد عبد المنعم إبراهيم يوم 24 ديسمبر سنة 1924 في محافظة بني سويف، لكن بترجع أصوله لمحافظة الغربية، وبعد فترة انتقل مع أسرته للإقامة في حي الحسين في القاهرة. عبد المنعم إبراهيم حب الفن من صغره وشارك في كل العروض المسرحية لفريق التمثيل في مدرسته. أخذ عبد المنعم إبراهيم دبلوم المدارس الثانوية الصناعية في بولاق، واشتغل لفترة موظف في وزارة المالية، وبعدها دخل المعهد العالي للفنون المسرحية واتخرج منه سنة 1949. وكان أستاذه في المعهد يبقى الفنان زكي طليمات. أخده يشتغل معاه في الفرقة المسرحية اللي أسسها واللي كان اسمها فرقة المسرح الحديث. شارك عبد المنعم إبراهيم في مسرحيات كتير في فرقة المسرح الحديث، لكن بعد فترة استقال منها واتجه لمسرح الدولة، وبعدها انضم لفرقة إسماعيل ياسين، وبعدها اتجه للسينما. من أشهر أعماله السينمائية فتى أحلامي وأنت حبيبي والوسادة الخالية وإسماعيل ياسين في الأسطول وأحبك يا حسن ولوكندة المفاجآت وسر طاقية الإخفاء وبين السماء والأرض وأم رتيبة وسكر هانم وإشاعة حب والسفيرة عزيزة وخطيب ماما والحياة حلوة والقاهرة 30. أما المسلسلات اللي شارك فيها الشهد والدموع ورحلة السيد أبو العلا البشري وأولاد آدم. كمان قدم عدد كبير من المسرحيات منها الست عايزة كده وخميس الحادي عشر. اتجوز عبد المنعم إبراهيم 4 مرات في حياته. الأولى كانت سنة 1950 وكانت قريبة أحد أصدقائه، رزق منها ب4 أولاد، سمية وسلوى وسهير وطارق، وتعرض لأزمة شديدة جدا بعد تعبها، ووقتها الدكتور قال له إنها هتعيش 6 شهور بس، وكان أصغر أولاده وقتها عنده سنة واحدة. وصف عبد المنعم إبراهيم حالته وقتها وقال كنت بنام وما بنامش، بنام صاحي، أصحى أقوم أخرج على البلكونة أرجع عاوز أزعق، عايزة أقول ليه يا رب. في نفس الوقت ده كان مضطر يقدم أدواره الكوميدية اللي تميز بيها. بعد رحيلها بقى اتجوز أختها علشان ترعى أولاده، ولكن رمى عليها اليمين بعد يومين بس من جوازهم، وده لأنها كانت شبه أختها الراحلة، وده خلاه مش قادر يعيش معاها كزوجة لأنه كان كل ما يبص لها يفتكر زوجته الراحلة. اتجوز بقى للمرة الثالثة من سيدة لبنانية اسمها عايدة، رزق منها ببنته نيفين، لكنها رحلت بعد إصابتها بالداء الخبيث. عاش عبد المنعم إبراهيم قصة حب قوية مع الفنانة كوثر العسال، واتجوزها على زوجته الثالثة، وده كان سنة 1966، لكن جوازهم كان في السر في البداية مراعاة لمشاعر زوجته اللبنانية. استمر زواجه من كوثر العسال لأكثر من 20 سنة لغاية رحيله، وبعد السنتين من رحيله اتجوزت كوثر العسال من ابن خالتها الفنان محمد وفيق. يتعرض عبد المنعم إبراهيم لصدمة شديدة جدا في سنواته الأخيرة بعد رحيل ابنه طارق عن عمر 38 سنة بعد إصابته بالداء الخبيث، وتسبب رحيل ابنه في حزن شديد ليه استمر معاه لغاية رحيل. رحل عبد المنعم إبراهيم يوم 17 نوفمبر سنة 1987، ووصى إن جنازته تخرج من المسرح القومي بسبب عشقه الشديد للمسرح، وإنه كمان يدفن في مسقط رأسه بقرية ميت بدر حلاوة في محافظة الغربية، وفعلا نفذ أهله وصيته.